ماشي عيب، ماشي حرام. السلام عليكم اخوتي، بعدا اعتذر ما سلمتش. ماشي عيب هادشي اللي وقع. علاش الونجلي؟ علاش الونجلي؟ علاش كرة ديال الراس دخل فيها بالراس؟ علاش غادي تهز رجليك ضربة جزاء تعطي؟ ما استفدتوا ما اتلتيكو مدريد خسرت تعادلات وما استفدتوا حتى شي حاجه. فابور تخليتوا على نقطتين يعني حاسمتين في الدوري. فابور يعني مجانا وبطريقه بدائيه، مش حتى هاويين، بدائيه صاحبي. ومكلخ لاعب ليس ذكي، عكس ذكي، مكلخ دماغه واقفه حابسه. الى ماذا ستصبرون على هذا لونغلي؟ وقال لك جددوا معاه حتى 2025. بيكي ايضا 2025. والله تا العالم، والله تا الحماق، والله تا التسطى، والله تا تشتت، ما عرفت شنو. بزاف اصاحبي، بزاف كثير هادشي، على ان الحظ وان المستوى في تراجع كثير، بزاف هادشي راه داخل فيه العشوائيه، وداخل فيه التكلاخ، ولا داخل فيه المحسوبيه، وداخل فيه باك صاحبي. لا، خصو يخرج لونغلي صافي، ما بقاش خصو يلعب داك اللعب، ولا مكلخ ما عطاتو الفرصه صافي. خصو يتقلص، ما خصوش باقي يدخل الملعب، ما خصوش مازال يدخل الملعب داك لونغلي. خلاص انتهى رسميا، انت هو اصبح لاعب دون المستوى وتحت الصفر. حرام اصاحبي، مستوى مكة نعم برشا ما كانش في قمه العطاء تاعهم، ولكن يمكنش صاحبي في هذه المباراه هادو خصك تخرج بالانتصار. يعني واخا 1-0 هدف عند طريق ضربه جزاء لميسي، وهذه اضاعوا كم من كره، ميسي اضاع كم من كره، ديمبيلي ايضا اللي هو نجم مباراه بعد بيدري، ولكن كان كيتسرع، كان كيتهور، كان كيراوغ 3-4 وكيف يراوغ الرابع. لماذا ديمبيلي في واحد اللقطه راوغتي الملعب كامل وبقى لك غير تسدد وبديتي تراوغ مجددا؟ علاش؟ لماذا؟ اعطيني سبب مقنع. بركه راوغتي كفايه مراوغات، ادخلها في الشباك. والله الا العفو، والله الا هادشي كيحمق الدراري، كيحمق هادشي. وكومان حتى هو كيتحمل واحد النسبه كبيره من هادشي. كيفاش التشكيله اللي خسر بها 4-1 مع بيرسونال في الكامب نو هي اللي تبدا عاوتاني؟ علاش؟ لماذا هي اللي تبدا عاوتاني؟ قنعني. شنو دار ديست باش يلعب رسمي؟ شنو دار لونغلي باش يلعب رسمي؟ شنو دار بوسكيتس باش يلعب رسمي؟ واذا ركزتم في الشوط الاول، الكره الوحيده اللي كانت خطيره عند قادش خطا بدائي عاوتاني مجددا من عند بوسكيتس، كره امامه وهو يتركها ويخاف منها ويتركها للخصم بمرتده كانت تسجل. لولا ذلك اللاعب ضربها بركبته فقط ينقصه التركيز. هذاك الهدف كان سيكون غبي لان اصبح نصف برشلونه كلهم اغبياء. القله القليله اللي ما بقاتش كتقدم المستوى المطلوب يعني كتكفينا غير شرها. لونغلي راه لا خير فيه لا شر فيه، لا يكفينا ذلك الشر. ما بقيناش عرفنا هاد الفرقه شنو خصها، ما بقيناش عرفنا هاد الفرقه فين اللعيب، ما بقيناش عرفنا، ماشي ما عرفناش فين كاين اللعيب، نعلم العيب اين هو، ولكن ما بقيناش عرفنا. هل المدرب ما عندوش السلطه على اللاعبين؟ هل اللاعبين بانفسهم ما عندوش ديك الغيره على الفرقه راه كتحطم بسببهم؟ يعني لونغلي واش ما كيشوف مع راسو ان راه بسببي انا كنحطم الفرقه؟ واش بيكي ما كيشوفش انه بسببه كتحطم الفرقه؟ ديست ما كيشوفش انه بسببه كتحطم الفرقه؟ بوسكيتس ما كيشوفش انه بسببه كتحطم الفرقه؟ حشومه وعيب هذا المستوى، عيب ان فرقه بحال قاديش لعبه في الشوط الاول كامل ودفاع، وبرشلونه الفرص اللي دارت 3 أو 4 فقط، والمحققه فيهم هي تسديدات ميسي فقط اللي تصدر الحارس فقط. تحركات في الشوط الاول فقط شفنا بيدري وميسي، ولكن بيدري وميسي وديمبيلي، ولكن ميسي اللي ما كان هو الثالث في الترتيب لان ديمبيلي كان متحرك اكثر منه، ولكن تحركاته ما هي الفائده منها؟ لا فائده منها. على الاقل بيدري تحركاته كانت تصنع ضربه جزاء، صنعت واحد الكره خطيره في المربع، كانت عنده تحركات. ديمبيلي ولا كيبان لي انه نعم كيجري سريع مراوغ، ولكن ذلك الشيء فات الحد. احنا بغيناها في الحد، ديمبيلي في الحد فقط، راوغ اسرع ولكن في حد الفائده على الفريق، ماشي تكون انت كتلعب في السرعه والمراوغات وليست فائده على الفريق، يعني نقمه على الفريق. لا ما بغيناش هكا. وفي الشوط الثاني البارسا كي بدات المباراه بدات بواحد الريتم ثقيل، واحد شويه طلعت الريتم. علاش ما بدوش الريتم من الاول؟ راه مازال ما ضمنتوش 3 نقاط. وباش قتلني المدرب باقي ما حسمش المباراه. دائما تغييرات غبيه من عند المدرب، هو اصلا اصبح غبي تا هو رسميا. باقي ما حسمتيش المباراه، ومباراه مصيريه هذه باش انك تقرب تلعب على الصداره. غتخرج ديمبيلي، غتخرج غريزمان. نعم غريزمان ما كانش اسطوري، ولكن على الاقل كينفعك دفاعيا، اللي ما غينفعكش فيها بريتويت ولا غينفعك فيها ترينكاو. خرج غريزمان، خرج ديمبيلي، خرج بيدري اللي كان نجم مباراه، خرج بوسكيتس معاه، هي خرج ديست اللي اليوم قدم مباراه كبيره، كان كينفع السرعه وفي الحلول مع ديمبيلي.
وما عرفتش علاش ما خلاش يكمل 90 دقيقه. هادشي كامل تراكمات لهادشي اللي جا، يعني سحرونا او كيف ما تنقولوا ضحكوا علينا في دوك المباريات اللي فيهم الفوز والريمونتادا على بحال غرناطه، وجابونا حتى لهاد المباريات الحاسمه عاوتاني، وبان الوضع الحقيقي انه فاش كيتحطوا في المراحل الحاسمه في السنه او في الموسم كيبان لك ضعف العقليه وضعف الشراسه. شوف قاداش كيفاش الفرحه بالهدف وكيفاش كيتسناو الترقب غير باش يتعادلوا. علاش؟ انجاز انهم في نفس الموسم فازوا على برشلونه في الذهاب وتعادلوا معاه في الاياب، ما خسروش من عند البارسا. اذا جينا نقولوا في هذه المباراه شنو الحسنه الوحيده هي الميسي، انه فات تشافي 506 مباراه لعبها، وانه الهداف تعادل مع سواريز، وانه سجل على فريق اخر سيضاف الى تاريخه وارقامه في الفرق في الليغا. هادشي اللي كاين، ما كاينش شي حاجه اخرى، ما كاينش شي حاجه اخرى. والغاب والله الا كنشوف ديك اللقطه تاع لونغلي وكنقول واش ربي واش هذا بصح هذا المدافع هذا هو اللي كان فاش الله كان مع فالفيردي، وكنا كنقولوا صوفيا دفاع قوي، سوف قلب الاسد المقبل، قلب اش من اسد اودي اش من قلب شنو اللي كدير الاخطاء في الحيوان، قلب حيوان مكلخ، شي حيوان مكلخ، شي حيوان مكلخ، شي حيوان مكلخ، قلب الغزاله الغزاله، قلب الغزاله هذا والله لا ماشي حتى الغزاله سريع هذا، قلب السلحفاه، قلب السلحفاه نيد على هذا الحساب، قلب السلحفاه. حشومه صاحبي، عيب 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 انك انت اللي معتمدين عليك وكدير هذا الغلط بحال هكا. كره رافعه عاليه دخل فيها بالراس على الاقل، ما غاديش يشد هذاك ضربه جزاء، ولكن باش كره ميته، كره خارجه عن اللعبه وانت الاسبق وتصيد فيك ضربه جزاء غبيه، بحال قلتي لي مالونغلي هاك وتعادلوا معنا. انت تلعب ضد برشلونه، انت تلعب ضد برشلونه، انت لا تلعب لبرشلونه، تلعب ضد برشلونه. وكومان غبي بالتغييرات ديالو، وكومان اش غنقول لك والله ما عرفت شنو غنقول، مازال وحق الله ما ماشي كيفقس الله الا كيفقس بالله. في الشوط الثاني شفنا كم من كره هذا عادي بيلي، واحد الكره ميسي زوينه لعبها مع بيدري، وكره اخرى عاوتاني من عند بوسكيتس حتى لغريزمان. مباراة ملغومة نعم، صحيح قاديش عرفوا كيفاش انهم يتمركز عليهم اهداف ودافعوا مزيان، ولكن حتى برشلونة كانوا خايبين اليوم، كانوا سيئين جدا، لا في الارتداد للدفاع. شفنا اليوم كم من كرة لعبت على جوردي ألبا بالدرجة الأولى، وقطع كم من كرة، ولكن مع ذلك مازال سيء دفاعيا. ديست اليوم مقبول، ليس أسطوري مقبول. تغيروا مع مينغيزا ما فهمتوش، ولكن على الاقل هذاك ليس تغيير سيء. ولكن باش تخرج لي ديمبيلي وتخرج لي غريزمان ومازال ما حسنتيش المباراة وتدخل لي لعاها بريطويت ابو علوش، ماذا فعل؟ تسللات، حادق فقط في التسللات، يفلح فقط في التسللات. هو نفسه لا يعلم نفسه اين هو في الملعب. هو تريد منه ان ينفعك في الملعب انت مع الربعه. حشومه عليكم، وعيب 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 وحرام. الريال البارح في مستوى ما قدمتش مباراه كبيره، ولكن عرفت كيفاش تخرج بالفوز اللي رجعها في السباق على المنافسه. نتوما مباراه متقدمين حتى للاخير وقتلكم في كدا و8، يعني ماشي غير تعادل، هذا تعادل ورصاصه الرحمه. شوف حتى اللي سجل دار لهم السام، قتلكم بكل معنى الكلمه، ضحك عليكم وشوكم وقتلكم. ولونغلي عيب عليك، وكومان ما كتستحقش باقي تشجيع تاعنا، لانك ما كتفلح في والو، ما كتعرفش كيفاش تغير، وما كتعرف كيفاش تلعب، وما عندكش ديك الشخصيه في اللاعبين، ما عندكش الشخصيه انك تحكم في اللاعب. نتحداك بعد هذه المباراه لونغلي ما خصوش يلعب، الا لعبتيه سالينا الفيلم. السلام عليكم.